السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الشتاء يعني حاجات حلوة، الشتاء يعني بطاطا، كل حاجة بتتخن في الشتاء بس بتخلي البيت ريحته حلوة قوي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت 4 كيلو بطاطا وبرتقان بلدي. هنقشر البطاطا، نغسل البطاطا بتاعتنا كويس جدا، نحطها في الحوض ونفضل ننزل عليها مية دافية ونغسلها بإيدينا. مش هتحتاج يعني دوشة كتير، بس المهم ننزل من عليها الرملة لأن البطاطا دي رملية. تمام، هننضف بطاطتنا كويس ونقشرها كويس ونقطعها في الحلة. خلاص خلصنا كده البطاطا دول زي ما احنا قلنا 4 كيلو. جبت عليهم 4 برتقانات بلدي، يعني احنا عارفين ان البرتقان البلدي كله مية، طعمه حلو قوي طبعا، انا بحبه جدا. فهعصر، انا مش هضرب البطاطا في الخلاط، عشان كده انا كنت قطعت البرتقان بقشره. ما بحبش البطاطا احطها في الخلاط. لو انتي بتحبي تحطيها في الخلاط او تضربيها بالهاند بلندر، حطي البرتقان مع البطاطا، يعني اسلقي البرتقان مع البطاطا بقشره. طبعا هيبقى حاجة فظيعة، ما تخافيش مش هيمرر خالص. تمام، هنحوش طبعا البذر، احنا عارفين البرتقان البلدي كله بذر. عندك عصارة برتقان يبقى احسن واسهل. خلاص كده انا عصرت البرتقان بتاعي كله، هو كله ميه اصلا، بينزل ميه كتير قوي. خلاص اهو هخلصهم كلهم. تخيلي الريحه، والله الريحه قلبت الشقه بشكل مش طبيعي. حاجات مغذيه ونغذي نفسنا ونغذي ولادنا. تمام كده خلصت اهو. هحط ربع كوبايه ميه، ربع كوبايه ميه فقط لا غير. احنا عارفين البطاطا بتنزل ميه كتير. على النار بتاخد لها حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، وبتستوي تبقى زبده كده. شايفين عامله ازاي؟ هجيب بوله كبيره، هحط فيها البطاطا عشان نهرسها. انا بحط كمية كمية عشان بس ما تتبهدلش وتطلع من البولة وتبهدل الدنيا، لان هي بتفضل بصي تطلع وتنزل معاكي، تزفلط كده معاكي. فبحط كميات قليلة واهرسها، هرسها كويس جدا طبعا. اهو نحط كل الكمية بتاعتنا ونهرس، بتنزل عسل فظيع مع البرتقال. انتي لو كلتيها كده بس كفاية، بتبقى حلوة جدا بجد. تمام، اهو العسل بتاعها فظيع بصراحة. خلصت الكمية كلها. احنا بنحب قوي صواني البطاطا جدا بشكل مش طبيعي، وبالذات ولادي بيحبوها جدا. فعملت شوية بطاطا حلوين، يعني شوية صواني حلوة. عندي سمنة بلدي، كانت اخر حتة في العلبة عندي اهي. بحب احط الكيس افضيه في العلبة ويخلص واحط غيره، عشان ما بحبش تقعد فترة طويلة. احط حوالي 4 5 معالق، يعني ربع كوباية سمنة او نص كوباية سمنة بلدي. عليها 3 4 معالق جوز لا جوز هند. 3 4 معالق جوز هند. السكر طبعا براحتك حسب التحلية اللي انت عاوزاها، بس متنسيش ان البطاطا مسكرة شوية. معلش الفيديو فصل مني، تليفون رن 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 ففصل وانا مش واخدة بالي. حطيت 3 بيضات، كوباية لبن، اهو بقولك عليهم اهو 3 بيضات وكوباية لبن اهي والله. هحط كوباية دقيق كمان اهو. دي صينية كيكة بطاطا تبقى حلوة قوي يا جماعة، بجد طعمها حلو، مغذية جدا. مش عاوزة تحطي بيض، حطي بيضاية واحدة مش مشكلة، بس هو لازم البيض فيها. بتبقى كأنك بتاكلي كيكة بالبطاطا بطعمها حلو ومغذية، بجد تحفة اهو. انا بحب البطاطا تبقى باينة انها بطاطا، يعني ما بدوبهاش قوي ولا بضربها في الخلاط، بحب طعمها كده. خلاص انتي براحتك. خلاص كده قلبتهم كلهم مع بعض. نسيت طبعا كالعادة، نسيت البيكنج باودر، مفيش مشكلة، الجيش لنا ايه نتصرف. افضي باكو بيكنج باودر كله. لازم طبعا بيكنج باودر عشان ايه ما تبقاش كابسة معاكي، عشان تبقى ايه خفيفة كده من جوه وهشة. تمام كده خلصنا. الفرن بتاعنا طبعا والع، هنحطها من تحت 10 دقايق وبعدين نطلعها فوق. ما هي مش هتستوي، هي مستوية، كل حاجة مستوية مفيش غير البيض. فهي 10 دقايق من تحت وبعدين نطلعها على الرف الوسطاني تحت الشواية. يعني أول ما وشها يحمر حشيها. خلاص كده، كده خلصنا. نجيب الصواني بتاعتنا، دهنين الصواني زبدة أو سمنة، برضو خطوة مهمة، زبدة أو سمنة اهي. بجد والله حلوة أوي يا جماعة.
وبنغير في مطبخنا اهو. بقولك عملنا شوية صواني حلوين، يعني 3 صواني ل4 كيلو عملوا لي 3 صواني حلوين قوي. تمام. يعني ما شاء الله، يعني شكلها وريحتها. نخلص الكمية بتاعتنا كلها وندخل بيها على الفرن. هما لو على ولادي عاوزين طول الشتا بقى صواني بطاطا. بس هي مكلفة، مش هنكدب على نفسنا يعني، بس طعمها حلو وكفاية انها مغذية. انا بعمل على طول في الشوي، انا بحب البطاطا مشوية جدا. فعلى طول يعني اولع الفرن وارمي البطاطا فيها، تبقى احلى طبعا بكتير. انا بحب بطاطا العربيات والبطاطا اللي هي مشوية. هي طلعت معانا، بس بنغير لولادنا حاجة حلوة وشكلها حلو وريحتها حلوة والقيمة الغذائية طبعا، وبتدفي. أي حاجة بتتخن بتدفي. بجد يعني أي حاجة هتدفيه يبقى لازم تتخنك. يعني بص، مفيش غير طبعا الشاي بس من غير سكر، أي حاجة من غير سكر بقى، وده مش هينفع معانا. المهم هنقطعها اهو. بس حاولي يعني تسيبها تبرد شوية، أنا مسيبتهاش، بحبها سخنة جدا. أنا بحب أكلها أول ما تطلع من الفرن بجد يعني. بس انت عايزة تطلعها مظبوطة والقطعة حلوة كده، تستني لما تبرد. لكن هي حلاوتها وهي نار كده. خلاص هنقطع الصواني كلها اهو. زي ما انتي شايفة شكله عامل ازاي، حلوة قوي وهي سخنة كده، بصي نار. بس الريحة يا جماعة والله حلوة قوي. ما حطيتش فانيليا. البرتقال استغنيت عن الفانيليا خالص لاني مش محتاجاها. زي ما انتي شايفة عاملة ازاي كريمي كده وتدوب في البق، بجد حلوة قوي. جربوها يا جماعة، ما تندموا، ما تقولوش تقيلة، لا حلوة حلوة جدا. طعم وريحة فظيعة بجد. اهو. عندي انا بقى، شايفين عاملة ازاي بجد والله حلوة. عندي كمان موز، قطعي عليها موز بعد ما تطلعي كده في الطبق. يا حلوة قوي بجد والله. يعني انا كان اول مرة فقلت اجرب، عندي الموز قلت والله لا اجرب. قطعت عليها موز بجد يا جماعة حلوة قوي. هي لو مسكرة الموز بتحسي ان هو عادل الطعم، بقى طعمها فظيع اهو. لا جربوها مش هتندموا خالص خالص. كلنا بنعمل صواني البطاطس، كل واحد ليه طريقة مختلفة. اهو شايفة عاملة ازاي بجد حلوة قوي. جربوها مش هتخسروا حاجة خالص. شايفة عاملة ازاي بجد حلوة. انا بحب اكلها سخنة، انت عايزة تبرد سيبيها تهدى براحتها. قطعي. شايفة عاملة ازاي. بحب اكلها كمان من الصينية. لما تطلع كده واخدة صينية كده اكل منها براحتي. دين بالكم، وبعد كده اسيب لهم الباقي. اهو حلوة بجد، حلوة بجد فعلا اهو. ما شاء الله يعني، لونها وريحتها وطعمها. اتمنى الفيديو يعجبكم اهو. انا باكل من الصينيه ده زي ما انتم شايفين. اتمنى الفيديو يعجبكم وتقولوا لي رايكم. زي ما شايفين مال الجمال مفيش بعد كده. قولوا لي رايكم، وبالف هنا ومع السلامه.